السلام عليكم ورحمة الله. في الفيديو ده هنجاوب مع بعض على سؤال وحاجة بنشوفها كتير أوي في السماء، وخصوصا وقت الهجرة أو في الشتاء. ليه الطيور بتطير في شكل أسراب؟ هل دي مجرد صدفة ولا منظر حلو بيتعمل كده وخلاص؟ ولا في سر علمي ورا النظام العبقري ده؟ إزاي كل طائر بيعرف مكانه بالظبط في السرب؟ وهل الطيران في الأسراب دي ليه فايدة حقيقية للطيور دي؟ لو السؤال ده خطر على بالك قبل كده ونفسك تفهم السر ورا تجمعات الطيور في السماء بالطريقة ديت، يبقى خليك معايا لحد النهاية وخلينا نفهم مع بعض الحكاية كاملة. أول حاجة لازم نعرفها إن طيران الطيور في شكل أسراب، وخصوصا الأسراب المنظمة اللي بتعمل حرف V، ده مش مجرد سلوك عشوائي. لا، ده سلوك تطور على مدى آلاف السنين عشان يخدم كذا هدف حيوي ومهم لبقاء الطيور. الطيور بتعمل كده عشان تستفيد من قوانين الفيزياء، وعشان تحمي نفسها من المفترسات، وعشان توفر طاقتها في الرحلات الطويلة والشاقة. ده ممكن يكون أهم سبب للطيران في شكل أسراب، وخصوصا التكوين المشهور اللي على شكل حرف V. تخيل إن الطائر اللي بيطير في مقدمة السرب، اللي بيكون القائد بيشق الهواء قدامه وبيوجه مقاومته بشكل كامل. لما بيعمل كده بيولد وراه منطقة من الهواء المتحرك لأعلى، أو زي دفعة هوائية. الطائر اللي بعده مباشرة لما بيطير في المنطقة اللي الهواء فيها بيطلع لفوق بيستفيد من الزقة الهوائية دي، فبيحتاج يبذل مجهود أقل بكتير في رفرفة أجنحته عشان يفضل طاير ومحافظ على سرعته. كأنه راكب موجة هوا كده بتقلل عليه مقاومة الهوا، وبالتالي بيوفر طاقة كبيرة. والطائر التالت بيستفيد من اللي قبله، وهكذا. السرب كله بيستفيد من بعض، وكل طائر بيطير في المسار الهوائي اللي عمله الطائر اللي قدامه. الدراسات العلمية اللي اتعملت على الطيور بتقول إن الطيور اللي بتطير في التكوين ده بتقدر توفر لحد 20% من طاقتها، وده رقم كبير جدا ومهم أوي في الرحلات الطويلة زي الهجرة اللي ممكن تمتد لآلاف الكيلومترات ومحتاجة طاقة هائلة. طيب مين القائد اللي بيتعب ويشق الهوا لوحده ده طول الرحلة؟ الطيور ذكية جدا ومنظمة بشكل عبقري. القائد ده بيتغير باستمرار. يعني الطائر اللي في المقدمة بيبدأ يتعب ويفقد طاقته بعد فترة، فبيرجع لورا في السرب عشان يستريح في منطقة الاستفادة الهوائية. واحد تاني من الطيور القوية بياخد مكانه في القيادة. العملية بتحصل بالتناوب بين كل أفراد السرب، وده بيضمن إن كل الطيور تستفيد وتريح بعضها، والرحلة كلها تكمل بنجاح من غير ما حد يقع من التعب. لما بتكون الطيور طايرة في سرب كبير ومكثف، ده بيوفر ليها حماية كبيرة جدا من الطيور المفترسة اللي بتصطاد الطيور في الجو، زي الصقور والنسور. ليه؟ لأن السرب الكبير بيعمل تشويش بصري للمفترس. لما الصقر بيشوف مئات أو آلاف الطيور بتتحرك مع بعض في كل الاتجاهات، بيبقى صعب عليه إنه يركز على طائر واحد بالذات ويصطاده بسهولة، كأنها كتلة ضخمة مفيش فيها نقطة ضعف واضحة أو هدف منفرد يهاجمه، وده بيخليه يتردد في الهجوم. وكمان لو الطيور بتكون متجمعة في سرب، بيكون في عيون كتير بتراقب الخطر من كل الاتجاهات. لو أي طائر شاف مفترس بيقرب بيطلق إشارة إنذار، ممكن تكون صوتية أو إشارة حركية سريعة ومفاجئة، وكل الطيور اللي في السرب بتستجيب بسرعة البرق، وبتغير اتجاهها كلها في نفس اللحظة عشان تهرب من الخطر. الاستجابة الجماعية دي بتكون أسرع وأكثر فعالية بكتير من لو كان طائر طاير لوحده وكان محتاج ياخد قرار بالهروب لوحده. أحيانا الأسراب بتعمل أشكال معقدة ومبهرة في السماء، أو بتغير اتجاهها فجأة وبشكل متزامن، زي ظاهرة المرمرة اللي بتعملها طيور الزرزور، ودي بيخلي المفترس يتشتت أو يفشل في هجومه تماما. الطيران في سرب بيسهل على الطيور عملية التواصل والتوجيه، خصوصا في الرحلات الطويلة زي الهجرة، أو في ظروف الرؤية الصعبة زي الضباب الكثيف أو بالليل في الظلام. الطيور الكبيرة في السن أو اللي عندها خبرة سابقة في مسارات الهجرة بتكون هي اللي بتحدد الاتجاهات الصحيحة، وبتشتغل كقائد للسرب، وباقي السرب بيمشي وراها بالظبط. ده بيضمن إن كل الأفراد في السرب بتمشي في نفس المسار الصحيح وما بتتوهش عن طريقها، وبيقلل احتمالية إن الطيور الضعيفة أو قليلة الخبرة تضل طريقها. الطيور كمان بتستخدم أصوات معينة ليها دلالات خاصة، أو إشارات حركية زي تغيير وضع الجناح أو الارتفاع والانخفاض المفاجئ، عشان تتواصل مع بعضها جوه السرب وتنسق الحركة وتغيير الأدوار بين القادة. وده بيساعد كمان إن الطيور الصغيرة أو قليلة الخبرة بتتعلم من الكبار وهي بتطير معاهم في السرب، ويخليها تكتسب خبرات مهمة لرحلاتها المستقبلية المستقلة.
رغم إن ده مش السبب الأساسي للطيران في أسراب، لكن التجمعات الكبيرة بتلعب دور في جوانب تانية من حياة الطيور. الأسراب الكبيرة بتزود فرص الطيور إنها تلاقي شريك للتزاوج المناسب لما توصل لمناطق التعشيش في نهاية رحلة الهجرة، وده بيضمن استمرارية النوع. وكمان في بعض الأحيان السرب الكبير ممكن يكون أكتر كفاءة في إنه يلاقي مصادر طعام كبيرة، خصوصا لو المصادر متوزعة بشكل مش منتظم أو صعبة الاكتشاف. لما عدد كبير من الطيور بيلف على مساحة واسعة أو بيبحث عن الأكل، ممكن واحد فيهم يلاقي مصدر للأكل وينبه باقي السرب عن مكانه بصوت أو إشارة، فالسرب كله يستفيد من الاكتشاف دوت. مهم نعرف إن مش كل الأسراب بتطير على شكل حرف في. الشكل ده بيكون مثالي للطيور الكبيرة اللي بتعتمد على توفير الطاقة في الرحلات الطويلة اللي بتستهلك مجهود كبير. لكن في أنواع تانية من الطيور بتطير في أسراب ليها أشكال تانية، زي الأسراب الكثيفة اللي بتعمل دوامات وأشكال سحرية مبهجة في السماء، زي طيور الزرزور، ودي بتكون هدفها الأساسية هي الحماية من المفترسات بالتشويش البصري والحركة المفاجئة اللي اتكلمنا عنها، لأنها بتجعل من الصعب على المفترس اختيار هدف واحد من الكتلة المتحركة دي. دلوقتي فهمنا إن الطيور مش بتطير في شكل أسراب عشان المنظر الجمالي اللي بيجذب العين بس، لأ، ده سلوك عبقري ومدهش ناتج عن ملايين السنين من التطور والانتخاب الطبيعي، وبيخدم أهداف حيوية جدا ومصيرية لبقاء الطيور. توفير الطاقة وخصوصا في الرحلات الطويلة زي الهجرة اللي بتحتاج مجهود بدني هائل، الحماية من المفترسات من خلال التشويش وكتر العيون اللي بتراقب الخطر، والاستجابة الجماعية السريعة، التواصل والتوجيه عشان يضمنوا إن السرب كله يمشي في المسار الصحيح ومحدش يتوه، وأخيرا زيادة فرص التكاثر وإيجاد الغذاء بشكل جماعي. فالمرة الجاية لما تبص في السماء وتشوف سرب طيور طاير في شكل منظم ومبهر، افتكر إنك مش بس بتشوف منظر جمالي، أنت بتشوف معجزة فيزيائية وبيولوجية بتحصل قدام عينيك. بتشوف إزاي الكائنات دي قدرت تتكيف وتستغل قوانين الطبيعة في أبسط وأعمق أشكالها عشان تعيش وتزدهر في بيئتها القاسية. وسبحان الخالق العظيم الذي أبدع كل شيء وألهم كل كائن عشان يعرف إزاي يعيش في أفضل حال، وعلم الطيور إزاي تطير في نظام مدهش. في النهاية ما تنساش تعمل لايك وتشترك في القناة عشان يوصلك كل جديد، ونشوفك على خير في الفيديو الجاي، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.